طالما انت دخلت الفيديو ده تبقى اكيد بتدور على شاشه جيمنج يكون ترددها عالي وسرعه استجابه قويه جدا، كيرفت طبعا عشان عينك ما توجعكش، بالوان وكونتراست ما شفتش زيها في حياتي، وطبعا عايز بعد كل ده يكون سعرها رخيص. صح؟ قدامك حل من اتنين، يا تروح تنام واكيد هتحلم بشاشه كده، يا تكمل الفيديو ده لحد الاخر. وطبعا مش محتاج اقول لك انك لازم تعمل لايك الفيديو وتعمل لي فولو، وخلينا ننطلق لاعلى ليفلات الجنون مع اكتر شاشه مجنونه شفتها في حياتي. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، لان انا بقالي اكتر من 3 شهور بجرب الشاشه دي، لعبت بيها كل الالعاب اللي تتخيلها وما تتخيلهاش، عملت كل حاجه ممكن تعملها انت بشاشه واكتر كمان. خلينا اكلمك بقى النهارده وباستفاضه عن شاشه احتمال كبير اصلا لما تدور عليها ما تلاقيهاش، لانها بتنسحب على طول اول ما بتنزل السوق. الشاشه اسمها دهوه DHI E200C، ده الموديل الكامل بتاعها، بس احنا هنعمل النهارده مراجعه للشاشه ال 24 بوصه. خليني اقول لك في الاخر انا ليه اخترت ال 24 بتاعتي. ايه ده؟ الو يا بهجت، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ شاشتك موجوده هنا، ايه بعمل لها ريفيو. هخلصها يا ابني والله واقول للناس. انا ما قلتلهمش يا عم، ده انا منزل عندي في الكوميونتي كتير وعامل فيديوهات شورتس وكده، يعني الناس ما خدتش بالها ازاي. وانتم ما تعرفوش ان الشاشه اللي انا بعمل لها ريفيو دلوقتي عليها جيف اواي؟ ساعتك بتكلمني. طب استنى اقفل بقى، اقفل بقى تنصر، اقفل بقى. وانت بتتفرج على الفيديو دلوقتي وما تعرفش ان انا هختار شخص من الكومنتات وهكسبه الشاشه دي؟ والله العظيم انتوا بتهزروا يا جماعه، ده عيب بقى لما ما تبقاش متابع كويس. خليني اقول لك انت ازاي تقدر تكسب الشاشه دي. كل الفكره ان الشاشه دي اصلا عباره عن جيف اواي. صاحب الجيف اواي دي هي قناه فرجني بالعربي، دي اكبر قناه تختيم جيمنج بتعمل العاب في الشرق الاوسط كله. مش اكبر قناه في المتابعين، بل اكبر قناه في التختيمات. القناه دي قربت تعدي راد براد يا جماعه، اللي هو اكبر جيمر في العالم كله. مفيش لعبه بتنزل البي اس الا وبتتختم بحذافيرها. الراجل ده ما بيهداش الا لما يقفل اللعبه دي 100% يا جماعه. انا عن نفسي ما استحملش كده. قول لي رايك في الكومنتات لو تستحمل حاجه زي كده. وعشان هي اكتر قناه تختيم تستحق الصراحه من وجهه نظري، حابين نخليها اكبر قناه تختيم العاب في المتابعين كمان. عشان كده يا جماعه انا عايزكم تدعموا الراجل ده وتوصلوه اكتر من 10000 مشترك، عشان خاطر نختار واحد من الكومنتات في الفيديو ده ونكسبه الشاشه. خلينا نعرفك ان الشخص اللي هيكسب الشاشه هتوصله لحد البيت، وفي الاغلب انا اللي هقابله كمان واوصلها له، ونقضي يوم كامل مع بعض. اظن مفيش دلع اكتر من كده. انا مدلعكم والله العظيم. هسيب لكم رابط قناه فرجني بالعربي في البايو وفي التعليق المثبت كمان. ما تنسوش تفرحوا الراجل ده يا جماعه زي ما بيحاول يفرح. تعالوا بينا نكمل الريفيو بتاعنا. وقبل ما نتكلم عن الديزاين بتاع الشاشه، خلينا اكلمك عن محتويات العلبه بتاعتها. الشاشه بتيجي بعلبه بالشكل ده، العلبه فيها صوره الشاشه من قدام وكل الامكانيات بتاعت الشاشه في الجنب. ركز قوي في حته ضمان 3 سنوات دي، لان هنتكلم عنها في جزء لوحده. محتويات العلبه بتكون عباره عن الشاشه والقاعده بتاعتها، بتيجي بكيبل ديسبلاي بورت والمانوالز والكيبل بتاع الباور اللي بيشغلك الشاشه. تعالوا نتكلم بقى عن اكتر حاجه انا حبيتها في الشاشه دي، وهي التصميم بتاعها. الشاشه مدياك كل حاجه من حيث التصميم، ما بخليتش عليك في اي حاجه. عايز شاشه كيرفد؟ طب خد شاشه كيرفد وكمان فيها انحناء قوي جدا. الشاشه الكيرف بتاعها واصل ل 1500 ار، وده الانحناء اللي بيكون مناسب جدا لعينك عشان تبقى شايف الشاشه من اولها لحد اخرها، وكمان عشان تبقى مريحه ليك للاستخدام لفترات طويله. الشاشه كمان بتيجي فريمليس تقريبا، مفيش اي جوانب خالص غير جوانب صغيره قوي من فوق ومن تحت. بتيجي باللون الاسود المط، ونقشات قويه جدا من ورا، ومكان للستاند بتاع السماعه كمان في الجنب. كل جنب فيه واحده LED بتنور باللون الاحمر عشان تدي شكل حلو جدا. تقدر تتحكم فيهم بالشاشه بزرار من تحت، بحيث انك تخليهم ينوروا او يطفوا او تتنقل بين اكتر من مود. كل كده ممكن تكون محتاج ايه تاني؟ مدخل ديسبلاي بورت عشان تقدر توصل لتردد 165 اللي هنتكلم عنه بعد شويه، مكانين HDMI ومكان AUX كمان عشان لو عايز توصل سماعه خارجيه، زرار من تحت عشان تطفي وتشغل الشاشه، زرار عشان تتحكم في الكونتراست، وعشان خاطر توطي وتعلي البرايتنس اللي هنتكلم عنها بعد شويه. ومعلومه مهمه جدا، الشاشه ما فيهاش سبيكرز، بل ده جزء LEDs بس. خلينا بقى نخش على الامكانيات بتاعت الشاشه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاشه دي 165 هرتز بريسبونس تايم 1 ملي سكند MPRT، 99% sRGB و80% ادوبي RGB، فيها 16.7 مليون لون، شاشه فول HD وVA. وخلينا نعرفك يعني ايه شاشه VA. شاشه الVA يا جماعه بتكون موجهه اكتر للجيمرز والناس اللي بتحب تتفرج على افلام، لان الكونتراست والالوان فيها بيكونوا عاليين، وده بيديك الوان وشاربنس حلوين جدا بالنسبه لو انت جيمر او شخص بتحب تتفرج على افلام. اما لو انت شخص ليك في المونتاج والكلر كوركشن بالذات والحاجات دي، فالشاشه هتديك تفاصيل والوان مش موجوده في الطبيعه، وبالتالي الشاشه دي مش بتاعت واحد ليه في الكلر كوركشن والمونتاج والكلام ده. الشاشه دي مخصصه اكتر للجيمرز والناس اللي بتحب تتفرج على افلام زي ما قلت. خليني اكلمكم بقى عن شويه مميزات كده لقيتها في الشاشه. الشاشه البرايتنس بتاعتها حلوه جدا صراحه، انا مش بحب اشغلها على اعلى برايتنس، الموضوع بيكون زياده عن اللزوم، فانت مش هتواجه اي مشاكل مع الشاشه دي في البرايتنس. اما الكونتراست ريشيو بتاعها كان 3000:1، ودي نسبه كويسه جدا بتخلي لك اللون الاسود يكون واضح، مش زي معظم شاشات الVA الالوان ما بتكونش واضحه، واللون الاسود بالذات والابيض ما بيكونوش احسن حاجه. لا، اللونين الاسود والابيض حلوين جدا فيها. خلينا نخش بقى على تجربه الشاشه دي في الجيمنج وفي المونتاج كمان. ما برحمش اي حاجه تجيلي الا ولازم ادخلها في المونتاج. الشاشه دي ومن غير مقارنه باي شاشه ثانيه وبالذات فئتها السعريه، هي افضل شاشه للجيمنج. شاشه بتقدر توصل بيها ل 165 هرتز بجد، شاشه عمرها ما قطعت مني في الترددات العاليه، الوانها حلوه جدا يا جماعه، زائد ان فيها مود جامد قوي بيقدر يحل لك ازمه لو انت بتلعب العاب شوتر ما فيهاش العلامه بتاعه النشان دي، هو بيعمل لك علامه وهميه في النص جوه الشاشه تقدر تعتمد عليها عشان الايم بتاعك يكون احسن. هل نقدر نعتبر ده نوع من انواع الغش؟ مش عارف الصراحه، قولوا رايكم في الكومنتات. انا كمحمد لما بحب اتفرج على فيلم او مسلسل او اي حاجه على الشاشه بتاعتي بتفرج على الشاشه الدهوه مش على الشاشه الIPS اللي جنبها، بحس ان الالوان اوضح
اوضح كده، وفي حاجه مش طبيعيه الصراحه. اما من حيث تجربتي في المونتاج فهي حلوه جدا لحد ما نوصل لحته الالوان والكالر كوركشن دي. انا لا انصح بيها اي حد بيعمل كالر كوركشن او كالر جريدنج. شاشات الفي اي ما بتكونش مخصصه للحاجات دي، الشاشه لها ما لها وعليها ما عليها الصراحه. مهما كان سعر الشاشه الفي اي وامكانياتها ما ينفعش تعتمد عليها في المونتاج وفي الالوان. اظن جبتها لك من الاخر اهو. اللي ساعدني كمان في الجيمنج ان الشاشه بتدعم حبه مميزات حلوه قوي زي الموشن بلور والانتي جوستنج، ودول مستني هيحسنوا لك التجربه البصريه وانت بتلعب العاب الشوتنج بالذات، الالعاب اللي فيها حركه كتير والثانيه تفرق معاك. ونيجي لاخر حاجه يا جماعه وهي سعر الشاشه دي. ظروف غلاء الاسعار الفتره دي فالشاشه دي بتيجي بسعر 5500 جنيه تقريبا. معظم الشاشات دلوقتي في رينج ال8 وال9 وال10. انا بقيت بشوف اسعار غريبه جدا يا جماعه، مش شاشات ما تستحقش اصلا. خلي بالك ده سعر ال 24 بوصه، في ال 27 وال32 كمان. من الحاجات المميزه قوي في الشاشه دي يا جماعه هي الضمان بتاعها. الضمان بتاعها بيدعم من 1 ل 2 بكسلز يا جماعه. تعرف ان في انواع ثانيه من الشاشات لما بترجع لهم وتقول لهم انا عندي مثلا 3 4 ديد بكسلز يقول لك لا احنا ما بنقبلش اقل من 8. صراحه من اكتر الحاجات المحزنه واللي حصلت مع واحد صاحبي بدون ذكر اسماء يعني اسو، ريستم بيس يا اسو ما تعيطش. لا يا عم ما تعيطش يا عم، ما تعيطش يا عم، صعبت عليا والله العظيم. لو عايز اي تفاصيل ثانيه عن الشاشه وعندك اي سؤال اسالني في الكومنتات. مش محتاج افكركم ان اول ما نوصل قناه فرجني ل 10000 مشترك اختار واحد من التعليقات في الفيديو ده وهكسبه الشاشه دي. والشاشه عندي امانه وفي الحفظ والصون لحد ما نوصل الراجل ده ل 10000. كده انا خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك الفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب للقناه مره تشوفني. سلام. يا بقى يا جدع عامل ايه؟ ايه رايك لو الناس ما وصلتكش ل 10000 مشترك في خلال اسبوع اخد انا الشاشه ليا؟ حقي مش كده؟ ايه ده هو اتقمص ولا ايه يا جماعه؟ ده انا كنت بهزر معاه على فكره، يعني مش هاخد الشاشه ليا ولا حاجه. سلام.